الاستثمار ليس له جنسية. الاستثمار يعشق البيئة الهادئة، البيئة الجاذبة، البيئة الواضحة، البيئة المشجعة للطلب على منتجاته. مفيش مستثمر أجنبي هيضخ دولار واحد في أي مجتمع ما لم يتأكد من الجدوى الكاملة لهذا الجنيه أو هذا الدولار اللي هيضخه في المجتمع المزمع اللي نستثمر فيه. اللي عايز أقوله إن هذا المؤتمر تتويج للرحلات المكوكية اللي قام بيها السيد رئيس الجمهورية شمالا وغربا وجنوبا دعوة للاستثمار. ودي تفرق تماما، لأن احنا جينا فترة من الفترات كنا بنعتمد على المساعدات والمنح، وخاصة ان اقتصاديات الدول العربية وخاصة اقتصاديات الدول النفطية بتتعرض للارتجال نتيجة انخفاض اسعار النفط في العالم، وبالتالي سلم الاولويات بالنسبة لها ممكن يهتز بالنسبة للمساعدات وبالنسبة للمنح اللي كانت متوقعاها أي دولة ومنها مصر. ومن هنا كانت رغبة السيد رئيس الجمهورية إن هو بيعرض كل الآمال وكل الفرص الناجحة في المجتمع المصري، رغبة في المشاركة العادلة، انك تيجي تتشرف بالاستثمار، وبقول تتشرف بالاستثمار في البيئة المصرية. وانا بحكم منصبي في جامعة امريكية مستشار لبنكين، الاهلي والسي اي بي، بحكم تخصصي بتاع تمويل وبتاع بنوك. وبقول لحضراتكم مش بس المؤتمر الاقتصادي اللي بيبقى فيه رغبة اكيدة لضخ رؤوس اموال في المجتمع المصري، في مشروعات كتيرة قوي بتطرح على البنكين بس ما بيعلنش عنها نتيجة حساسية الاستثمار، والاستثمار جبان بطبيعته ما يحبش الا سرية المعلومات. انما وحيث اتى الرغبة في ان احنا نفتح فرص الاستثمار لكل الدول الراغبة في ضخ رؤوس اموال آمنة في المجتمع المصري، فطرحنا مجموعة مشروعات بلغت، او الحكومة بتطرح مجموعة مشروعات بلغت 37 مشروع باستثمارات تقديرية مقدرة من واقع دراسات الجدوى المبدئية. انتوا عارفين ان حضراتكم بيبقى فيه نوع من دراسات الجدوى المبدئية ودراسات الجدوى التعديلية بعد ما بينزل السوق، وبعدين بيوصل الى الامان اللي تبدا سلعته او خدمته تقدم للمستهلك النهائي بعد ما تظهر نتائج ايجابيه مطمئنه للضخ الامن لكل مراحل الاستثمار في اي مشروع. اللي عايز اقوله ان المستثمر بيطلب مننا 3 حاجات، او بيتمنى ان البيئه اللي بيستثمر فيها امواله تبقى فيه 3 محاور واضحه وامنه. اول محور واضح وامن هو مدى توفر العنصر البشري الكمي وليس الكيفي اللي هيتعامل مع هذا الفكر الاستثماري. العبرة مش في ان انا اقدم استثمارات، العبرة في الاجيال اللي هتتعامل مع الاجهزة المنظمة، لان انت ممكن تغير افكار ولكن محتاج تغيير عقول، محتاج تغيير كوادر تتعامل مع المستثمر بوجهة نظر واضحة وسليمة وآمنة. من ضمن الإيجابيات اللي اتعملت عشان المستثمر يطمئن هي حتة المنفذ الواحد. أنا عايز أقول لحضراتكم المنفذ الواحد كان موجود في قانون الاستثمار القديم،